السلام عليكم. سمعت عن المناظرة بتاعت يوم الإرجا؟ مش عارف انت سمعت عنها ولا لا. انا بتسأل كتير جدا، بتسأل اتقال لي هو في مناظرة يوم الإرجا؟ يعني انا ما انا ليه اعمل تظلم؟ انا ممكن اروح الاقي دكتور بيقول لي تعالى مين اللي بيشتكي. تمام، ده بالنسبة للمناظرة بتاعت يوم الإرجا. المناظرة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حد بيجي لك متخصص، بيجي لك يسألك هو في حد يا جماعة بيشتكي من حاجة وهكذا. دي عبارة عن دي المناظرة. طيب، قبل ما اقول لك المناظره دي بتحصل ولا لا، او هل هي حقيقيه ولا لا، وبتحصل في اي تجنيد في مصر، ولا بتحصل في تجنيد معين، ولا هي بتحصل في اماكن مش غير معلومه، ولا هقول لك ان شاء الله. بس قبل ما اقول لك ان شاء الله، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. طيب، المناظره بتاعت يوم الارجا، سيادتك بالنسبه للمناظره بتاعت يوم الارجا انت مكبر مصعب الموضوع ليه؟ المناظره دي ما بتتمش في اي تجنيد، بمعنى ان انت ممكن يعني اغلب او معظم او معظم مناطق التجنيد في مصر ما فيش فيها مناظره. يعني انت اتعمل لي، طب انا اتعمل لي مناظره وخدت اعفاء، والله دي حاله، والله دول حالتين، والله ده تجنيد او اتنين او تلاته. طب انهي تجنيد؟ مش معلوم. ممكن تلاقي فيه مناظره او لا، ممكن، بس الحالات اللي بتعمل فيها مناظره بتبقى واحد من مليون. في الغالب مش هتلاقي حد بيعمل معاك مناظره في الارجا. طب لو لقيت عادي، انا عارف انه ممكن، يعني لو حد جه سالك عندك مشكله ايه او كده، قول له عادي المشكله اللي عندك. بس في الغالب ما بيتعملش مناظره. بس ورده، ممكن في ناس خدت اعفاء قبل كده، في ناس خدت اعفاء قبل كده. فانت خليك عارف ان المناظره وارد انها تتعمل معاك. طب انا اعمل تظلم ولا؟ المناظره ملهاش علاقه بالتظلم. انت لو عملت تظلم قبل كده ورحت التظلم ورحت اللجنه العليا وجه حد سالك، اطلع قدامه تاني، ما عنديش مشكله. طالما انا عندي مشكله، ليه هستنى اليوم سماع السلاح او يوم الترحيل او يوم او في مركز تدريب؟ لا، لو جالك حد يعمل معاك مناظره اعمل معاه، واعرف وشوف دنيتك، يمكن ربنا كاتب لك خير. فهو دي المناظره. يبقى المناظره هي شيء، او هي بيجي لك يوم الارجاء يقول لك ايه؟ يقول لك تعالى ممكن اعمل معاك، نعمل مناظره كده نشوف انت عندك لو بتشتكي من حاجه وما تمش اكتشافها، او بتشتكي من حاجه وكنت هتعمل تظلم، فلو انا يمكن نكتشفوها فما تضطرش تعمل تظلم، وهكذا. فدي ده ما يتعلق بالمناظره. ماشي. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو زي ما قلت لك ان شاء الله، عشان اقدر اوصل لك كل جديد، عشان حتى لو دخلت الجيش اقدر افيدك واقدر اقول لك تختار لو انت جوه، تبقى هقول لك كل المعلومات اللي تقدر تعملها جوه، اللي تقدر تهون عليك السنه او الاثنين او الثلاثه ان شاء الله بتوع الجيش. ربنا يعينكم ان شاء الله ويوفقكم ويرضيكم باذن الله بكل خير. شكرا، سلام عليكم.